كانتش مدركة للأبعاد، يعني ايه MS بيعمل ايه في المخ يعني. بقيت أقابل الناس أبقى مش عارفاهم. بيعمل قد ايه تلف في المخ، ولا عودة للحتت اللي بيحصل فيها تلف. أنا اسمي إيمان ثروت لويز، عايشة في أسيوط. أنا اشتغلت فترة مدرسة أطفال، اشتغلت فترة مدرسة تدبير منزلي، متجوزة من دكتور صيدلي بس هو خادم للرب أكتر من إنه صيدلي. أنا اتربيت في أسرة إحنا 3 أخوات، أنا الكبيرة وبعد كده أخويا وعندي أخت أصغر مني ب5 سنين. في 2007 ابتديت أحس إن أنا مرهقة جدا من غير ولا حاجة، وكمان مش مركزة. وبعدين خدت بالي إن أنا ابتديت أكتب الأرقام بالمقلوب، يعني 65 أكتبها 56. خدت بالي إن أنا وأنا بكتب، أنا طول عمري بحب العربي قوي وبحب الكتابة وبحب القراية، بس لما باجي أكتب كلمة ببص لها كده، لا الكلمة دي مش بتتكتب كده. أنا فاكرة كويس قوي كنت بكتب كلمة سما وكتبتها بالصاد وبعدين بالسه، لا مش بتتكتب كده. بقيت أقابل الناس أبقى مش عارفاهم، لدرجة في مرة وأنا ماشية واحدة ست وقفتني وأنا قلبي وقع في رجليا، بتقولي إيمان أنتي مش عارفاني؟ أنا فعلا مش عارفاها. قالت لي طب بصي لي كويس، أنتي عارفاني كويس. كان معاها بنوتة صغيرة، قالت لي طب بصي لبنتي، أنا بنتي اسمها كذا واسمها يعني مش متداول كتير، مش عارفاها. بعدين على غفلة قلت لها هايدي، دي حبيبتي قوي، بس أنا كان ليا مدة ما شفتهاش. بعد ما هي مشيت أنا قعدت استغربت جدا، إزاي أنا مش عارفاها وإزاي أنا بأرهق كده. وبعدين كنت وأنا ساكنة في الدور الرابع، وأنا نازلة على السلم أحس نفسي إن أنا هتكفي لقدام، ليه مش عارفة أتوازن. وبعدين إيدي الشمال دي ابتدى يبقى فيها رعشة كده غريبة، ليه؟ مش قادرة أقول لماما أو عاطف جوزي إن أنا عيانة، لأنه أنا شكلي كويس، لا في عين محمرة ولا في ورم ولا في أي حاجة، بس أنا من جوه مهزوزة جدا. كنا بنتصل بدكتور صديق لينا، أخصائي نفسية وعصبية وقريب مننا يعرفنا كويس، فكنا بالتليفون أحكي معاه، يقول تاخد كذا وتاخد كذا. فمشينا الفترة دهية، الحقيقة هو ما كانش شافها يعني، لغاية لما جه وقت كان في وقت واجب عزا، وخدت المدام ورحنا القاعة اللي فيها العزا، وهو كان موجود في الوقت ده في القاعة دي، وشاف المدام وهي نازلة على السلم في القاعة دي، كان لازم ننزل لها بشوية سلالم. فلما شافها نازلة ما انبسطش من حركة رجليها، حس ان الرجلين فيها حاجة مش مظبطة، رجل بتقدم على الرجل وهي مشيتها فيها عدم استقامة، يعني زي عرق كده مش قادرة تكمل. فيعني قال لا أنا كنت شفتها قبل كده، لكن أنا أقترح إنها تعملوا أشعة رنين مغناطيسي على المخ يعني. وأنا بعمل الرنين، أول ما ابتدوا يركبوني ودخلوني جوه الجهاز، إبليس جه وقال لي ده ورم في المخ. قبل ما أعرف حكاية الMS كان في أخ قريب قوي مننا كان رقد ورم في المخ، فمبروك عليكي. فبعد دقيقة كده قلت له وماله، ورم في المخ، هروح السما، مفيش مشاكل، أنا مغسولة بدم المسيح وضمنا السما 100%. فقال لي طب انتي هتروحي السما، طب واللي وراكي، اخواتك، مامتك، جوزك، هيحصل لهم ايه؟ فقلت بسيطة، انا اروح السما وجوزي يتجوز، احنا الرب ما سمح لناش باطفال، فما فيش مشاكل، الله هيعتني بجوزي، الله هيعتني باخواتي، الله هيعتني بولاد اخواتي، ما فيش مشاكل.
الدنيا مش هتقف. فقال لي طب وماما؟ عاطف هيتجوز، طب ماما هتخلف بنت تانية؟ أنا الكلمة دي وجعتني قوي، بس افتكرت على طول أنا ليا خال ابنه رقد في 2001، احنا في الكلام ده في 2008، والرب اعتنى بخالي من 2001 ل 2008. فقلت له كده، اللي اعتنى بخالي هيعتني بماما. وطلعت حتى من الرنين زي العصفور، يعني زي ما بتقول الآية كعصفور انفلت من الحبس. طلعت فرحانة جدا. فلقيت عاطف قاعد حاطط ايديه كده وبيصلي. فرحت قلت له عاطف يلا بينا نمشي. واحنا طالعين لقيت محل طعمية، فقلت له عاطف انا جعانة عايزة اكل طعمية. فعاطف اتخض، عايزة طعمية؟ ليكي نفس تاكلي؟ قلت له اه. قال لي اجيب لك ساندوتش؟ قلت له لا هات لي 3 وشوف انت هتاكل ايه. فقال لي انا مش عايز. ليه مش عايز؟ دي طعمية سخنة وريحتها حلوة. عاطف بقى بحلق كده، ايه ده؟ خليكي نفس فعلا. وخدت ال3 وقعدت كلتهم ومبسوطة جدا جدا. وبعدين افتكرت ايه الفرق بيني وما بين عاطف. عاطف ايمانه اقوى من اماني كتير قوي، بس الحقيقة الفتية لما كانوا في الاتون الله ما راحش لنبوخذ نصر، راح للفتية. فانا الرب جاني. أشكرك لأجل كل أمورك الصالحة في حياتنا. ايوه يا سيدي. بنقبل من إيديك كل الأمور. ايوه يا رب. وبنثق يا رب إن مهما كانت الأمور أنت موجود في حياتنا. الفترة دي الحقيقة أنا كنت قلقان جدا، كنت بصلي، كنت خايف لألا يحصل يكون في حاجة في المخ يعني، وأنا مش فاهم إيه اللي ممكن يكون. امين. بعدين القلق ده شدني شوية، فما كنتش قادر لا آكل ولا أشرب، مستني إيه اللي ممكن يحصل في التقرير يعني، لغاية لما ظهرت النتيجة وبعتوا لنا الريبورت وكده. لا بقرا الريبورت، لقيت الريبورت مكتوب فيه إن عندها كام دوت صغيرين كده هو، ودول منتشرين في البرين وفي الجزء من الحبل الشوكي، وعاملين لها التأثير في الأعصاب ده. فقالوا لي ده حاجة اسمها MS. MS ببساطة بالبلدي، من غير يعني الجزء الطبي يقدر يحكي عنه عاطف أو طبيب، لكن بالبلدي كده أنا خريجة زراعة. فالدكتور عصام فهموني كده إنه في وحش نايم في راسي. الوحش ده أي إرهاق، أي شد عصبي يصحيه، يقوم ينهش أي مركز من مراكز المخ. يعني ممكن نظر، ممكن كلام، ممكن سمع. أنا في مخي في 13 نقطة حصل لهم تصلب، عشان كده ترجمة للمرض بتاعي تصلب الشرايين المتعدد بالعربي. في 13 نقطة ناشفة في دماغي. الحاجة الغريبة جدا، أول ما ابتدينا في المرض ده أنا ضايعة خالص، ضايعة، مش عارفة أركز، مش عارفة. ده مميت، ده مخيف. كنت داخلة الجمعية، احنا بنصلي في خلاص النفوس في أسيوط، وأنا داخلة الجمعية داخلة مش عارفة توازن وبحدف يمين وشمال. فقابلني أخ غالي علينا اسمه الأخ صفوت، بيقول لي مالك يا إيمان في إيه؟ أنا غالبا بحب أهزر بالآيات. فقلت له يا أخ صفوت أنا أسكب سكيبا ووقت انحلالي قد حضر. فهو اتخض وقال لي باسم الصليب عليكي ليه بتقولي كده؟ أنا من خضة الأخ صفوت اتخضيت على نفسي، أنا ما كنتش أقصد، أنا كنت بهزر. فوقفت على باب الجمعية وقلت له لا أموت بل أحيا وأحدث بكل عجائبك. لا يا رب، أنا مش بتنبأ عن روحي بالموت، أنا أقوى من الموت وأقوى من المرض وأقوى من كل حاجة بيك. دخلت الاجتماع، كان بيرنم الأخ شهير، كان بيقول إذا كنت جاي حزين محبوس في مرض، في ألم، في اكتئاب، تعال رنم معايا، أنا جاي حزين عزيني، أنا جاي لك خاطي برقني. وردد معايا الآية اخرج من الحبس نفسي لتحميد اسمك، الصديقون يكتنفونني لأنك تحسن إلي. روحت البيت
فتحت الآية مزمور 142 وقعدت أصلي اخرج من الحبس نفسي. أنا محبوسة في مرض، محبوسة في ألم، محبوسة في اكتئاب. وكان حاجة غريبة إنه عينيا بتنزل دموع 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 حتى وأنا مش عايزة أعيط. لما كنت بروح الشغل صحابي يقولوا صباح الخير عاملة إيه؟ أنا عامة بحب أهزر بضحك، أنا بلاقي دموع نازلة أنا مش عارفة أسيطر عليها. فده لا يا رب، أنا مش عايزة المنظر ده، أنا مش عايزة الضعف ده. أقوياء في المسيح أقوياء. والحقيقة بعد شوية ابتديت أحس إن أنا بخف. ابتدى المرض، الرعشة اللي في إيدي تقل، تركيزي بقى أفضل، لدرجة إن أنا ما كنت حاسة إن أنا مش محتاجة أروح لدكتور تاني، لأن أنا ابتديت فعلا أؤمن بالشفاء الإلهي. بس الدكتور عصام أصر إن أنا لازم أروح للدكتور في القاهرة هنا. فجيت للدكتور في القاهرة وابتدينا رحلة علاج عجيبة. وربنا سهل ورحنا يعني المقابلة عند الدكتور السيد هاشم، وقالوا ده أكتر واحد متخصص في الMS في القاهرة يعني. فرحنا ودخلنا والمساعد بتاعه عمل الاختبارات وكده، والاختبارات يعني كاتب فيها واضح تقرير الحالة إنها MS يعني. رحنا بعد كده دخلنا عنده هو الأستاذ ده، فشاف تقرير المساعد بتاعه وشاف الإشاعات اللي احنا عاملينها والتقارير التحاليل الطبية، فقال لا الموضوع واضح MS، يعني لازم تاخدوا أدوية MS. مرة جيت كشفت هنا في مركز الحياة، فالدكتور احنا بنقدم التقارير وبعدين بدخل للدكتور. فلما دخلت الدكتور بص لي كده وقال لي فين إيمان؟ قلت له أنا. فقال لي أنا متوقع إن واحدة هتدخل على كرسي متحرك. قلت له لا أنا بتحرك كويس. فقال لي مين بينظف لك، مين بيطبخ لك؟ قلت له في واحدة بتيجي تساعدني كل فترة، بس أنا اللي بنظف وأنا اللي بطبخ، وأنا منتصرة بالرب. المرض مش هيهزمني أبدا باسم يسوع. يا رب بنشكرك لأجل صلاحك، نشكرك لأجل مشيتك، نشكرك لأجل خطتك، نشكرك لأجل تخطيطك لحياتنا. بنقبل منك بشكر كل ما تسمح لينا. بعد ما الدكاترة شرحت لنا وفهمتنا ما أبعاده، احنا أول حاجة شكرنا الرب لأن تأثير اللي شفناه. قالوا لنا المناطق اللي موجود فيها الدوتات ده هي أو النقط ده هي اللي موجودة في الإشعاعات. نشكر ربنا هي أماكن بعيدة عن الفيتال سنترز أو المراكز الأساسية اللي موجودة في الدماغ، ونشكر رب تأثيرها بعيدة عن الأماكن اللي ممكن تسبب خطورة، بس هي ممكن تكون الحالة بتاعت الرجلين والمشي ده هي اللي متأثرة. فطبعا لما عرفنا ان الرب حط حد وحدد يعني الحدود ان ما يبقاش في اي خطر، يعني مجرد بس حركة الرجلين تتأثر شوية، طبعا شكرنا الرب، لان انا كنت عارف قد ايه تأثير المرض ده لما يجي منطقة ماسكة قريبة من اعصاب العين، البصر او السمع او الكلام او الحركة الى اخره، بيعمل قد ايه تلف في المنطقة دي ولا عودة للحتة اللي بيحصل فيها تلف يعني. وطبعا انا كنت متضايق جدا، بس شكرت ربنا قوي لانه الامور تحت السيطره، فده اداني يعني ثقه ان ربنا محطط له حل. بعد ما عرفت القصه ده هي وبدينا نتعايش مع المرض، خلاص الدكتور قال لنا هناخد شويه منشطات وكده وشويه ادويه يعني نحافظ على الاعصاب، فبدينا نعيش بالادويه ده هي. يا رب ده وعدك ليا، ده وعدك ليا، حتى لو جسدي فيه مشكله لكن بحط روحي ونفسي ما بين ايديك. بعيش حياتي شبه طبيعية، صحيح أبطأ شوية، أنا كنت من النوع السريع قوي، السرعة بقت أبطأ، لكن بيتي مفتوح دايما، بيتنا دايما مليان أفراح. إبليس أول ما عييت وراني شكلي وأنا قاعدة على كرسي متحرك وبيتي ضلمة وفاضي ومطرب، وقال لي صحيح الMS ما بيموتش بس بيعمل اكتئاب، والبيت هيبقى فاضي خلاص، مفيش ضيوف لأنه واحدة على كرسي متحرك مين هيروح يزورها. لكن بشكر الرب أنا بيتي مليان أفراح. أنا بعمل كل 15 يوم كيكتين كبار بيخلصوا كلهم،
بعمل كل حاجة في البيت، بفرزن كل حاجة، بنظف بيتي. احنا مديونين للرب بإحسانه وبنعمته، ولما أشوفها جاية من أوضة النوم وكده وأنا قاعد في المكتب وماشية على رجليها كل يوم، لما بلاقيها ماشية على رجليها بشكر ربنا جدا إن ستيل الأمور تحت السيطرة، وإن الأمور مستقرة، وإن مفيش أي نوع من الانتشار أو التقدم للمرض في أماكن تانية. الحقيقة أنا كنت في الشغل في 2007، كنا قاعدين في دايرة وطلبوا مننا نبتدي قصة، وبعدين اللي بعديها تكمل وبعديها تكمل. بعد ما خلصت القصة كده، قصة عبيطة، طلبوا من واحدة ترسمها، واحدة تعملها شعر، وواحدة تعملها على مسرح عرايس، فأنا طلبوا مني إن أنا أكتبها. أنا كنت مرهقة جدا، التدريب كان في وادي النطرون وأنا ساكنة في مدينة نصر، فمشوار بطلع من 6 الصبح برجع 1 بالليل. 1 بالليل ابتديت أكتب القصة، مسكت ورقة وقلم وابتديت أكتب. أنا اتخضيت، إيه ده؟ دي قصة. لما رحت تاني يوم الصبح بوريتها لأصحابي، أصحابي انبسطوا جدا بيها وانبهروا، والمديرة راحت جابت المديرة الأكبر، وأنا قلت له إيه ده يا رب، أنت بتديني حاجة جديدة. فقلت له إذا كنت بتديني قصص أنا عايزة 10. وفعلا الحنفية اتفتحت وقعدت أكتب 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 لغاية ما خلصوا 10. أنا مش بقول إن أنا كاتبة، لكن أنا متملية من روح الله، الله بيمليني. يعني لو حد طلب مني إني أكتب قصة دلوقتي أنا مش هعرف. وهي دي حسيت إن الرب بيقول لي، أنا كنت بخدم مدارس أحد، كنت بخدم شباب، كنت بخدم خدمة كلمة، والخدمة الأساسية بتاعتي طبعا موائد زي استفانوس. وإبليس قال لي إنه هيخطف مني كل ده، لكن لا، ما خطفش ولا حاجة، وزود عليهم إن أنا بقيت كاتبة. أنا عندي كم قصص مهول، صدر لي 4 قصص من دار المنهل، ومنتظرة الرب يعمل تاني. ثقتي أن الرب مازال له السلطان وله القدرة والسيطرة على الأحداث وعلى الأمور وعلى أجسادنا وعلى أمراضنا وعلى كل صغيرة وكبيرة في حياتنا. التحكم ده والتأكيد الرب ليه سلطان وبيتحكم في حياتنا وفي كل تفاصيل أمورنا، وده إيماني في الرب بيزيد يوم بعد يوم. عايزة أقول لكل حد عنده MS أو عنده أي حاجة، إحنا بالرب أعظم من منتصرين، إحنا بالرب نقدر على أي حاجة. حبقوق قال، فمع أنه لا يسهر التين لكني أفرح وأبتهج بإله خلاصي. الرب السيد قوتي، يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. اللؤى، أصل الحكاية.